دايما وقت الكلام عن اساطير الممثلات هتسمع اسامي كتير قوي معتاده، لكن قليل لما تلاقي ساندرا بولوك وسطهم بشكل بيكون غير مفهوم احيانا، ولا كانها من اهم الممثلات اللي شافتهم السينما الحديثه، او واحده من اقوى الشخصيات اللي اتعاملت مع النظام في هوليوود وقدرت انها تنحت لنفسها في الصخر داخل مجال كل حاجه فيه كانت ضدها من البدايه، من غير ما تبقى مدعومه سواء من استوديو او كستيريوتايب معين للممثلات. لكن نجاحها كان ببساطه لانها حقيقيه، والجمهور قدر يرتبط معاها بسرعه بعيدا عن ايا كان الدور اللي بتقدمه على الشاشه، وقضت على مفهوم العمر القصير للممثلات، وان مع تقدمهم في السن بيختفوا وتنتهي مسيرتهم. لكن ساندرا بولوك كانت استثناء حتى الخمسينات والستينات من عمرها، وبالعكس هي اللي بتختار تبعد وترجع تاني طبقا ليها ولشروطها، ومع ذلك ناجحه في ايا كان اللي بتعمله. لكن ازاي وصلت للمكانه دي؟ وايه سر نجاحها اللي كان مفاجئ وقتها؟ وليه الجمهور اتعلق بيها وحبها بعيدا عن اي ممثله تانية؟ وازاي اتحولت لاقوى امراه في هوليوود في وقت من الاوقات مع نصيبها من المشاكل الشخصيه اللي اضطرتها تبعد عن السينما، وحتى الان لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل؟ اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى نشوف الكلام ده مع بعض. I am Sandra Bullock and I'm an actor. Sandra Bullock is here. She is one of Hollywood's most indelible actresses. She is also one of its most versatile, with performances in hits like Speed and the Oscar-winning drama Crash. Sandra has spent 30 years winning over audiences with an eclectic mix of action thrills, goofy comedies, and hard-hitting dramas. She's an A-list star, an Oscar winner with more than her share of drama on and off screen. In our business, they want you to get married immediately so then you can get divorced so then they can write about it. How do you process grief and not hurt your child in the process? I've always been one of those people that I don't like when people tell me I can't do something. I want to be at home. ساندرا بولوك بدأت مشوارها مع الفن في ألمانيا مع أمها اللي كانت مغنية أوبرا هناك، وتعلمت معاها الباليه والرقص والغنى خلال 12 سنة عاشوهم في مدينة نورنبرج بجانب أبوها اللي كان ضابط في الجيش الأمريكي ومسؤول عن البريد العسكري في أوروبا. ثم بدأت تشارك في عروض أوبرا هناك وتغني في فرق أطفال، وأحيانا كمان تعمل مسرحيات قبل ما يرجعوا أمريكا وتاخد دروس تمثيل وتشارك بأدوار صغيرة زي فيلم ديموليشن مان، وتدوق طعم النجاح لأول مرة في الفيلم المنسي لاف بوشن نمبر 9 اللي هيكون مفاجأة مدوية وهيجيب أرباح خيالية تعدت ال 700 مليون دولار لغاية 1994 لما تتغير كل حاجة مع فيلم سبيد اللي هتعمل بطولته مع كيانو ريفز، وهيصنع مسيرتهم هما الاثنين، لأنه مش بس هينجح لكن هيكسر الدنيا كمان، وهيبقى فيلم كلاسيكي من المفضلات في فئة الأكشن لسنين طويلة قوي. وفي لعبت واحدة عادية خالص كانت راكبة في أتوبيس بالصدفة يعني كده طلع فيه قنبلة هتنفجر لو السرعة نزلت عن 80 كيلو في الساعة، وكان المفروض دورها فيه لا يزيد عن سنيد للشاب كيانو اللي بيلمعوه ويحضروا له النجومية في الفيلم، بما إنه بقى الضابط العاقل الفاهم والمؤهل للتعامل مع موقف زي ده، بينما هي هتبقى الجانب اللطيف فيه وسط الاكشن والضرب والنار والقلق وهكذا. لكنها بنفس الوقت قدمت شخصيه محترمه يمكن الناس ارتبطت بيها اكتر من اي حد تاني، وتعتبر هي روح القصه فعلا. وبغض النظر عن اي حاجه، فخلال الفتره دي في التسعينات اغلب افلام الاكشن كانت ذكوريه، او يعني اهم نجومها ممثلين رجاله باستثناءات قليله كل فتره، والادوار النسائيه اما بتكون افوره وعامله نفسها اللي مفيش منها اتنين، او خايبه وضعيفه عايزه حد ينقذها. Then I stepped in and it was sort of action film time. And women were sort of arm pieces and the sidekick or the girlfriend. So I didn't, I was lucky enough to step into a business in a genre that was pretty limiting and you sort of had to carve out your own personality. بينما بولوك هنا كانت شخصية حقيقية، يعني مش حاجة مصطنعة أو مبالغ فيها، لما بتهزر ولا بتضحك هتلاقي نفسك بتضحك معاها، وبرضه لما تتخض وتخاف هينعكس ده عليك، ومع الوقت بتحس إنك تعرفها أو قابلتها قبل كده عشان التلقائية والبساطة اللي بتمثل بيهم، مع اتباعها طريقة مايزنر في التمثيل المعتمدة على الانضباط والتلقائية بدون تفكير كتير أو مجهود زيادة عن اللزوم، ودي أكبر وأهم ميزة عند ساندرا بولوك واللي هتخليها حاجة كبيرة قدام. وعايزك برضه تاخد بالك من نقطة مهمة، إنها ما كانتش شبه ممثلات هوليوود المعتادين وقتها، سواء كطريقه تفكير واداء وده هنشوفه قدام شويه، لكن في الفتره دي بالذات ما كانتش الشقراء السكسي اللي اغلب الممثلات الجداد في التسعينات كانوا كده، وجايين عشان الجمهور الذكوري بشكل اساسي، وبيختاروهم بمعايير معينه عشان يزقوا مسيرتهم ويحولوهم لنجوم، لكن دي واحده تعتبر صنعت فرصتها بنفسها وخلفت المعايير اللي كانت شغاله قدامها، وبالتالي ممكن تقول الجمهور حبها عشان حس انها مش مفروضه عليه، لكن حاجه كده زي هما اللي اكتشفوها والسبب في نجاحها مش المنتجين ولا الاستوديو. I would never imagine myself as the beautiful blonde like the girlfriend, because I was like, well, I don't look like that, so I'm not going to get those roles. What I was drawn to was the energy and the fire and the comedy and physical comedy and the action and the drama that the men got to do, the substance.
I didn't see myself as the sexy bombshell, which is really what was being represented when I was watching movies as a kid. وهيعزز كل ده استقبال افلامها الجايه في 1995 سواء الاكشن ذا نت او بدايتها مع رومانسي الكوميدي وايل يو سليبنج اللي هينجحوا هما كمان بفضل ساندرا بولوك وتعلق الجمهور بيها عشان تبقى جاهزه للخطوه الجايه ومستعده للنجوميه العابره للقارات اللي هتيجي مع فيلم ميس كونجينياليتي سنه 2000 اللي هيفجر شعبيه بولوك في كل مكان. ومن جديد بدون مبالغه الناس هتشوف حاجه يقدروا يرتبطوا بيها، مش شخصيه كرتونيه ولا ساذجه، والاهم انها مش بتتغير في الفيلم عشان تعجب حبيبها ولا الامير اللي هياخدها في النهايه على حصانه، لكنها ما كانتش حاجه وحشه اصلا في الاول عشان تتحول وتبقى كويسه، لكن اقرب للي ممكن تقول عليه تطورت مش اتغيرت، وانتقلت الشخصيه لنسخه اعلى من نفسها. ودي نقطه مهمه جدا عشان ما تبقاش الشخصيه كريهه او على اقل تقدير منفره. لكن ساندرا بولوك تقدر تقول لعبت الدور كده بحنيه تخليك حتى تحبها وهي دمها تقيل في البدايه وتمشي معاها الرحله وصولا لنهايه الفيلم. طبعا هتقولي مش مستاهله كل ده يعني، بس في الحقيقه ده اللي بيصنع النجم فعلا، مش بس النجاح لكن القدره على رسم صوره لنفسها تطبع على النجاح ده وتفضل عايشه مع الناس. وده اللي هي عملته مش كممثله بس، لان ده اول فيلم مهم تعمله كمنتجه في شركتها. Miss Congeniality was sort of my first big producing job. I'd done other smaller ones, but I had this one by the reins. I remember I was making 28 days. We were making script notes. We were going through and who do we hire and وبالبلدي كده هي المسؤوله عن كل حاجه فيه، يعني هي اللي اختارت القصه وهي اللي حددت طريقه نقلها وهي كمان اللي جمعت الطاقم بنفسها عشان يخليها تقدر تعمل الفيلم على مزاجها بدون كليشيهات ولا يبقى شبه حاجه تانية طلعت وقتها. وبشكل ما كان برضه يعتبر عنها هي زي ما كانت قالت قبل كده، وان هي فعلا جريسي وازاي تحولت لممثله جميله المجلات والجمهور مخبول بحلاوتها بعد ما كان زمايلها بيتنمروا عليها في المدرسه لانها مش كول ولا لابسه على الموضه عشان كانت لسه راجعه من المانيا وبشكل عام مش شبههم، وازاي هي نفسها انفتحت اكتر على العالم. it just felt right to make that film for those girls that didn't have the ingenue in them like I didn't have the ingenue in me when I was looking at films. You know, I was basically playing myself and who I wished had been on screen for me at 14. بس التويست بقى انها هتبقى العروسه اللعبه اللي الصناعه عايزاها عشان تنجح، لكنها مش هتكون دميه في ايديهم هم ولا هتخون نفسها وشخصيتها بعد التحول، مجرد زي ما قلنا هتتطور وتكسب اللقب مش مسابقه الجمال نفسها. والاهم بقى ان اي حد كان لسه عنده شكوك حواليها هتنتهي مع الدور ده للابد كنجمه كوميديه وواحده من حبيبات امريكا، وهتكمل بافلام ناجحه زي 2 Weeks Notice او دي بروبوزل. بس مش معنى كده انها هتكون في فئه واحده او حتى ممثله محدوده، لكن هتقدم اداءات دراميه وافلام كبيره في حاجات زي A Time to Kill ولا اللي بيقولوا عليه اسوأ فيلم يفوز بالاوسكار كافضل فيلم اللي هو فيلم كراش، وفي 2010 هتفوز بجائزه اسوأ ممثله عن دورها في فيلم All About Steve. وبعكس ممثلين عندنا كده مش هنقول اساميهم بيتقمصوا ويزعلوا لما حد ينتقد شغلهم، ساندرا بولوك كانت من القلائل وراحت استلمت الجائزه بنفسها وخدت الموضوع ببساطه وضحك، وكمان قالت خطبه قعدت تهزر فيها مع الجمهور واللجنه، وعشان قلبها الصافي ده هتفوز بالاوسكار بعدها بيوم او يومين بس كاول شخص في التاريخ ياخد احسن واسوأ ممثل في نفس السنه، وملكيش حاجه عندنا ارقام قياسيه. Take the good with the not so good, but I had the best time at the Razzie last night. It is what it is, and you know what? It probably means more that both of them happened at the same time because it's the great equalizer. You know, nothing ever lets me get too full of myself. It quickly chops me off at the knees, and I like it that way because it keeps things stable, and they'll sit side by side in a nice little shelf somewhere. وفي العادي او يعني اللي بنسمع عنه طول الوقت ان العمر الفني للممثلات في الصناعه قصير، وبيوصلوا عند سن معين وتبدا مسيرتهم تتهز ويقل الاهتمام بيهم وما بقاش في عروض افلام زي الاول ومفيش ادوار مناسبه لسه ممكن يقدموا من خلالها حاجه كويسه، واللي هو بقى خلاص في ممثلات اصغر يقدروا يجذبوا الجمهور وهكذا. في حين ان ساندرا بولوك بعمر 49 سنه كانت واحده من اهم واكبر وانجح ممثلات هوليوود كلهم والاعلى اجرا ومترشحه للاوسكار تاني، وفيلمها جرافيتي هو انجح واهم افلام السنه. وحرفيا زي ما بين افليك كان بيقول في 2010 مفيش فيلم مهم بيسمع عنه الا وبيكون حاولوا يعرضوه على ساندرا بولوك وبيتحايلوا عليها عشان تقبله، وهي حاطه رجل على رجل، ودي حاجه مش بتحصل ابدا الا مع الاساطير. ودي نفس الست اللي قالت في وقت من الاوقات انها كانت هتعتزل وتسيب المجال كله بسبب التحيز ضدها والمعامله الوحشه والتقليل منها لمجرد ان هي ست، وازاي حاولوا يحصروها في ادوار معينه وشكل ثابت على مزاج المتحكمين في كل حاجه هناك، لكن دماغها كمنتجه وممثله ونجمه بتخليها اكبر من اي ظروف ممكن تقف قدامها، حتى وسلسله النجاح وارقام البوكس اوفيس مش كفايه. منجوم كتير كانوا رقم واحد لسنين وبعدين راحوا فين ولا حصل معاهم ايه؟ طبيعي ان الجمهور يزهق منهم وخلاص بقى كفايه. لكن ساندرا بولوك من اول ما عملت شركه الانتاج بتاعتها في التسعينات وهي بتلاعب هوليوود عشان تعمل اللي على مزاجها، مفيش ابطال خارقين، مفيش مصاصين دماء ولا افلام رعب ملهاش لازمه، مفيش سلاسل افلام ولا اعاده انتاج لافلام قديمه، ممكن هتعمل اجزاء تانية مرتين سواء سبيد اللي ندمت عليه بعد كده وكان بس عشان يساعدوها في تمويل فيلمها هوب فلوتس
والتاني ميس كونجينياليتي واتعلمت من المناسبتين وما عملتهاش تاني، واتعلمت ازاي تعمل زي توازن كده في شغلها بين ادوار الجديه والحاجات المهمه والافلام الكوميديه الخفيفه والرومانسيه اللي اتشهرت بيها بعد كده. I want to do everything. I've always been one of those people that I don't like when people tell me I can't do something. Just because you know, I did commercial films doesn't mean I couldn't do wonderful small art house films. Just because I won an Oscar, I don't want to ever stop doing something that makes people laugh. I love making people laugh. خد عندك مثلا في 2009 ليها فيلمين ابعد ما يكونوا عن بعض والاتنين ناجحين جدا ومن اهم الحاجات في سنتها، سواء ذا بلايند سايد اللي هتاخد عليه الاوسكار، وعلى الجانب التاني خالص بعيد عن كده ذا بروبوزال مع رايان رينولدز، وفيلم خفيف لطيف يحسسك ان الدنيا لسه بامان، ولو فاكر ان دي صدفه مثلا ولا جت معاها حظ تعالى تاني في 2013 هتلاقي الفيلم الكوميدي الناجح ذا هيت وارباحه فوق ال 200 مليون دولار بجانب فيلم جرافيتي بال 700 مليون اللي جابهم، وتقريبا مليار دولار في سنه واحده بس، وكانت اعلى ممثله اجرا في هوليوود في 2010 و2014 بسبب كده. دي واحده مش بتخجل انها تعلن عن حبها للنوعيه اللي ناس كتيره بتشوفها تافهه، وحتى الصناعه نفسها تخلت عنها زي ما قلنا قبل كده، وكانت من اسباب نهايه ميج راين، بالاضافه طبعا لمشاكلها التانيه اللي قلنا عليها قبل كده، وما بقاش في افلام كوميدي محترمه او حتى رومانسيه كوميديه زي الاول، لكن ساندرا بولوك على اقل تقدير بتعيد اكتشاف الفئات دي مع نفسها ولنفسها طالما مبسوطه وسعيده بيهم، في نفس الوقت اللي مش هتتخلى عن الشق الابداعي والتحديات الدراميه، خصوصا وان حياتها هي كمان مش هتبقى لطيفه وخفيفه كده، لكن هتيجي على دماغها شويه مشاكل من حيث لا تحتسب، لان في 2005 اتجوزت من واحد غريب كده اسمه جيسي جيمس، ولا مش هو براد بيت، بس كان من نجوم تلفزيون الواقع وشغال في برنامج كده اسمه مونستر جراج بيشتغل فيه مع عربيات ضخمه وكده، ويعتبر شخصيه غير معتاده ولا ممكن تتوقعه مع واحده زي بولوك، بس تقدر تقول الباد بوي اللي عكسها في كل حاجه ده خلاها تنجذب ليه بعد ما كانت رافضاه، واتجوزوا وحتى بداوا اجراءات تبني طفل في 2010 تقريبا، وكل حاجه كانت تبان على السطح زي الفل وكله تمام، حتى كمان عودتها للاضواء مع ذا بلايند سايد وفوزها بالاوسكار وقمه مجدها كممثله، ثم انقلبت الدنيا على دماغهم هما الاثنين، لان مش اقل ان 4 ستات هيستغلوا الموقف ده وهيكشفوا عن خيانه جوزها طول السنين دي، منهم واحده هتقول انه كان في علاقه معاها بقاله سنه ولا حاجه، وهتطلع في كل مكان ومقابلات وحوارات تتكلم عن الموضوع ده وتبهدل سمعه جوز ساندرا وسمعتها هي كمان بشكل غير مفهوم. In our business, they want you to get married immediately so then you can get divorced so then they can write about it. Then they want you to have a child so there can be a child in the divorce battle that gets torn apart to sell more magazines. And then they want some time to go by of grieving so you can then remarry to the guy who was right for you and who gives the child a proper father. Because of course the first guy was a louse. والطبيعي ان الخلاف كله ملوش علاقه بيها اصلا، يعني هي مش سبب المشكله ولا عملت حاجه، لكن بما انها الاشهر والنجمه المعروفه كل التركيز والاهتمام كانوا عليها هي، والصحافه والاعلام بيطردوها في كل مكان، وكل واحد عايز ياخد التصريح الاول منها على اللي حصل وهترد ازاي ولا هتعمل ايه، خصوصا بعد ما طلقت جوزها اللي هو نفسه مش هيسكت وهيطلع يتكلم ويعتذر ويقول ان مشاكله النفسيه ومش عارف ايه طفولته الصعبه كانت هي السبب في خياناته وعلاقاته الكتيره، وحتى بعد كده كتب مذكراته مش عارف على ايه بصراحه وحكى عن الحاجات ديت، ولما واجه ساندرا بكلامه طب هي كان رد فعلها ايه على كل ده؟ ولا حاجه، وشبه اختفت وبعدت عن كل الكلام والمشاكل دي ورفضت انها تتكلم ولا تعلق على طليقها لغايه 2018 ولا حاجه، وهتركز في الفتره دي على طفلها اللي كانوا المفروض يتبنوه سوا، ورفضت انها تتراجع عن تبنيه بان العيله خلاص ضاعت. How do you process grief and not hurt your child in the process? It's a newborn. They take on everything that you're feeling. So my obligation was to him and not tainting the first year of his life with my grief. ثم هتتبنى طفله كمان في 2015 واللي هم هيبقوا حياتها وكل اهتمامها، بعكس قبل كده اما الشغل والافلام كانوا الحاجه الوحيده اللي مهتمه بيها، وبالتالي من بعدها هتحاول تهدي الدنيا شويه ومش هتبقى متواجده على طول زي الاول، وممكن مثلا تلاقيها بتعمل فيلم كل سنتين ولا 3، وعودتها هتبقى تدريجيه وواحده واحده بحاجه خفيفه زي شخصيه سكايلر اوفركيل في مينيونز اللي هيكسر الدنيا ويبدا سلسله عظيمه، ثم هيلموا اي ممثله يشوفوها ماشيه في هوليوود عشان يقلدوا سلسله افلام اوشن ببطوله نسائيه في اوشنز 8، لكنه بشكل ما هينجح ويحقق 300 مليون دولار على مستوى العالم غالبا عشان ساندرا بولوك بس، والاهم هو فيلم بيرد بوكس اللي هيتحول لظاهره مش فيلم بعد ما ينزل على نتفليكس في 2018 ويشوفوا حاجه كده زي 45 مليون شخص في اول اسبوع بس، ده غير التحدي اللي انتشر والناس كلها بقت بتعمله، حتى اللي ما شافش الفيلم بقى يزيط معاهم ويعني ما فيش بعد كده، وهتكمل مع نتفليكس برضه بفيلم ذا انفورجيفبل اللي يمكن يكون احسن اداء ليها من فتره طويله، وبعد كده هنلاقي ذا لوست سيتي اللي هيحقق ارقام كويسه هو كمان، وساندرا بولوك شغاله زي الفل، لكنها هتوقف فجاه وتقول انها عايزه تاخد راحه في فتره غير محدده ومش عايزه تشتغل تاني دلوقتي خالص بسبب الاجهاد والانشغال، خصوصا وانها كمان كانت بتنتج الافلام الاخيره دي كلها ويعني مسؤوله عنها بالكامل، وعايزه تقعد في البيت مع اطفالها وتخلي بالها من عيلتها. I want to be at home. I'm not doing anyone any favors who's investing in a project if I'm saying I just want to be at home.
because I was always running. I was always running to the next thing. I just want to be present and responsible for one thing. بس ده السبب المعلن، ويعتقد ان السبب الحقيقي كان عشان مرض صديقها برايان راندل اللي كان عنده مرض عضال او ALS اللي بيسبب مع الوقت شلل وفقد القدره على البلع والتنفس، وكانت رغبتهم ان محدش يعرف عن حالته ولا اللي حصل له لغايه ما وفاته في 2023 بعد معاناه طويله مع المرض، وحتى الان لسه ما رجعتش تاني بقالها حاجه كده زي 3 سنين لغايه ما الدنيا تتغير وتظبط امورها، خصوصا وان عندها تقريبا 60 سنه، يعني مش لسه صغيره وتقدر تشتغل بنفس الطاقه طول الوقت، واطفالها لسه صغيرين ومحتاجينها على طول تبقى معاهم، بالذات بعد موت اللي كان يعتبر ابوهم.